حياكم الله. نقش المسابيح من الأشياء اللي تتم بشكل يدوي بالكامل، وهو يعتبر من أكثر مراحل السبح اللي تحتاج إلى دقة وفن، وما يقدر أي واحد إنه يسويها. يعني لازم يكون عنده نظرة وموهبة فنية عالية جدا، يعني لأن شغلها دقيق ويحتاج إلى روح فنية، إضافة إلى أنه هو ياخذ وقت طويل وتركيز عالي جدا من الشخص. طبعا بعد خراطة المصباح والطقم تبدأ عملية النقش. يعني يمسك الطقم أول شيء ويبدأ يرسم عليه الشكل اللي يبي يطلعه بقلم يعني رصاص، وبعدين يبدأ عملية النقش بهذه الجهاز. وكل شكل له إبرة أو سن مختلف، ففي مثلا سن مسطح أو كروي أو حاد. وبعد ما يشكل الطقم يبدأ يمسك خرزة من المصباح ويشكلها، وغالبا طبعا يرسم على أول خرزة وبعدين باقي الخرز ينقشهم مباشرة بدون رسم. بعد ما ينتهي من نقش المصباح كامل، هني تبدأ عملية التنعيم والتلميع، واللي تفرق بين الشغل الاحترافي وشغل النقش العادي. تفنيش الزوايا وتلميع النقوش المحفورة وتنعيم النقوش البارزة مثلا، وهاي التفاصيل الدقيقة جدا. طبعا هذه العملية ممكن تستغرق أيام حسب شكل النقشة وكميتها وخبرة الخراط وحجم الخرز، وفي النهاية تطلع لنا يعني قطع فنية فاخرة جدا، مخروطة ومنقوشة بشكل يدوي.